شنو حاجه مدبره باسكو كي تشوف انت سي با لا بريمير فوا المغاربه لي زيكيب تاع المروك جاو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الرياضي الجديد. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك والإعجاب ليصلكم كل جديد. عاش الإعلام الجزائري صدمة قوية بعد الملحمة التاريخية التي وقعها المنتخب المغربي المحلي حين قلب الطاولة على مدغشقر في نهائي بطولة أفريقيا للمحليين الشان، ليتوج بطلاً في واحدة من أعظم الريمونتادا في تاريخ المسابقة. المباراة كانت مشتعلة منذ بدايتها. مدغشقر تقدمت في النتيجة، وأحلام الجماهير المغربية بدأت تتبخر، لكن أسود الأطلس المحليين رفضوا الاستسلام وأعادوا كتابة السيناريو بريمونتادا مجنونة في الشوط الثاني، وسط تألق لافت للخط الهجومي الذي قلب الموازين تماماً. هذا الإنجاز التاريخي لم يمر مرور الكرام على الإعلام الجزائري، الذي وجد نفسه في حالة صدمة وانهيار، خصوصاً بعد أن كان يراهن على تعثر المغرب أو خروجه المبكر. بعض البرامج الرياضية هناك بدت مرتبكة، وأصوات إعلامية عبرت بمرارة عن قوة شخصية المنتخب المغربي، الذي يعرف كيف ينتزع البطولات من قلب المعاناة. الجماهير المغربية احتفلت بشكل هستيري في الشوارع، معتبرة أن هذا اللقب تتويج للعمل الجاد والثقة بالنفس، بينما تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة ساخنة بين أنصار المنتخبين المغربي والجزائري. ختاماً، ريمونتادا المغرب ضد مدغشقر لن تنسى، وستظل شاهدة على عقلية الانتصار وروح البطل. مبروك للأسود لقب الشان، والخاسر الأكبر هذه المرة كان الإعلام الجزائري الذي لم يستفق بعد من وقع الصدمة. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو. شاركونا آراءكم في التعليقات. هل تعتبرون هذه الريمونتادا من الأعظم في تاريخ الكرة الإفريقية؟